شباب عندهم موضة التان، سواء الشباب او البنات، وبيستخدموا زيوت للتسمير. دي بقى فهل زيوت التسمير دي بيبقى فيها حماية من الشمس، ولا هي يعني ممكن اسمر وابقى حامي جلدي برضو، ولا يعني المسألة بتبقى ماشية ازاي؟ بصي حضرتك، الزيوت بتاعه التحمير من الشمس ديت او ان انا احمر في الشمس، احنا بنتحمر صحيح. بنتحمر فعلا. والله انا شخصيا مش بحس انها احسن حاجه في الجو بتاعنا. يعني في دول تانية استخدام الزيوت دي فيها مطلوب. ليه؟ لان هي بتعمل وقايه شويه من الشمس او الاشعه الضاره، وفي نفس الوقت هي بتمتص الاشعه النافعه بتاعه الشمس، بتخلي الجلد يستنفع بيها. الكلام ده بينفع قوي في الدول اللي ما عندهمش الشمس القويه بتاعتنا. احنا ما شاء الله السنه 3/4 مشمس. ده حقيقي. فاحنا مش بنبقى محتاجين جرعات مركزه من الشمس في جلودنا. وعايزه اقول لحضرتك ان مش بس اللي بيستخدموها علشان وشهم او جلدهم يبقى احمر، لا ده في ناس رياضيين بيستخدموها علشان يضيعوا او يدوبوا بعض الدهون الموجوده في بعض المناطق. ماشي، خلينا نقول ان الرياضي عارف بيستخدمها ازاي وامتى، وبيقعد فيها ساعه كل فتره لما يكون عنده بطوله او وات. انما الناس الطبيعيه حتى لو حبت تعمل ده، ما افضلش انها تعمله فتره طويله، يعني الاشعه الضاره نمشي النظام بتاع شمس البيبي. لو حتى عايزين تسمير بالظبط نقعد في منطقه احنا عارفين انها الشمس فيها جامده، بس برضو لغايه 11 او قبل المغرب على طول. اول ساعتين من طلوع الشمس، اخر ساعتين قبل غروبها. تمام.